يقولون تونس الخضراء. صراحة الأخضر شيء بتونس هو شعب تونس. الله يخليك. والله شعب رائع. شعب قلبه أخضر. والله العظيم شعب ضياف، شعب كريم. يعني كل البلدان بها سياحة، بس سياحة تونس بشعب تونس والله. غير أنه هو بلد جميل. تسلمين وما قصرت فيه. ونزار قباني يقول: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا. أنا والله أخالف نزار في اللي قاله عن تونس. أنا أقول: يا تونس الخضراء غادرتك عاشقا. اي والله عشقنا طيبة هالشعب، تاريخه، تعامل الناس، أدبهم، أكلاتهم، ثقافتهم، كل شيء في تونس يخليك تعشقه. للناس اللي قدموا لنا دعوات وعزمونا وما قدرنا نلبي دعواتهم لضيق الوقت، وهم بعد أحب أشكر كل الناس اللي قالوا كلمات طيبة، الناس اللي تحب بلدها. تفاعل التونسيين شيء مو طبيعي يا أحباب، فأحب أشكر هذول الناس اللي تفاعلوا معانا واللي ما قدرنا ان نجاوبهم. يعلم الله اني ودي ارد على كل واحد فيكم، وانكم عندي اعزاء كرماء افاضل، لكن تعرفون الواحد ما يقدر يرد على الجميع. اشكركم جزيل الشكر على هذه الحفاوة، على الترحاب، على الطيبة، على كل شيء حلو شفناه في تونس. ويعلم الله ان هذه ما راح تكون الزيارة الاولى، بتكون في زيارة ثانية وثالثة. شكرا لك. ايش هذه الاكله؟ ايش هذه؟ دي كنتم ليه لحمه؟ لحمه وملاوي وسلطه. ما شاء الله. شكرا لكم. شكرا شكرا شكرا. جيرة طيبة طيبة. شو اخواننا التونسيين ايش جابوا؟ صيادين اللي جنبنا. صيد اليوم ياهو. جزاهم الله خير. الاماكن الجميلة. سافرت تونس واكتشفت اني اكبر مغفل. من لما وصلت تونس اختلفت مقاييس المقارنة بين البلدان تماما بالنسبة لي. لما بتوصل تونس بتحس انه مرحب فيك من كل انسان وشارع وحارة، خصوصا اذا كنت عربي. التوانسة لطيفين جدا وكرماء. مثلا اول مرة بحياتي بدفع نص اجرة تاكسي فقط لاني سائح. انك تزور تونس يعني انك تزور تاريخ البحر المتوسط خارج الكتب، ثقافيا ومعماريا واجتماعيا وفنيا. بلد كلها نوستالجيا ولا زالت تعيش في الماضي الجميل. ولا اللغة العربية والكلمات المعبرة توحشتك اخويا الغالي. ولا الاكل التونسي باهي وزاكي جدا، خصوصا المأكولات البحرية. اما طبيعة تونس فاكثر اشي حبيتها فيه انها غير مشوهة بالسياحة، بالتالي بتشوف مشاهد ساحرة جدا مع اهل المنطقة المحليين والحقيقيين جدا. اما اكثر اشي عجبني في الاسواق التونسية انها بتعتمد بشكل كبير جدا على الصناعات التونسية، وهذا بورجيك قد ايه هذا الشعب فخور بنفسه وبما يصنع. الشعب التونسي بيحب الجميع، بس صراحة بيحبوا الفلسطينية زيادة حبتين. حتى مرات بتحتار مين فلسطيني اكثر، انا ولا ابن تونس؟ دمي فلسطيني. نحن التوانسة نحبوا فلسطين. وراح تكون مغفل اكثر مني اذا ما زرت تونس قريبا. اقول لك ايش اسمك؟ تسمح لي اصورك؟ اصورك انت. اسمع، انا ما حبيت تونس الا منكم. حبيتها عشان اهلها. والله الله يسعدك ويسلمك. بعدين لما تقولوا لنا بلدكم حلوه كذا. تحية ديما مغرب. الله يحفظك. مرحبا بك خو. صباح امور طيبه. الله يحفظك الله يلبيك. انا متابعين تاعك رغم اللي مثل ولا راه من مشيت كولومبيا وقتها وكذا. انت ومسيحه الله يحفظك. المروك نتاعنا نخرجوا فيه. الله يكبر فيك. صباح صح خير امور طيبه. الله يحفظك. ربي يعينك خويا. نعمل دوره في الاسواق ان شاء الله. مرحبا بك ويعمل دوره في المدينه. تحب تزور دار جلدك وغاديك الوليات نتاعنا. يعمل دوره في كل بلاصه. ريستورون ذي قديم كذا. حاجه اوثنتيك. تحية للناس الشرطة. مرحبا بك. الله يحفظك. لما ندير خدمة الشعب. والله لا تبارك الله عليكم. نتاعنا الكل يجيونا لتونس راهم مرحبا بهم. الله يحفظك. شكرا. شكرا كل وقت. مرحبا بكم. الله يحفظك. عاش محمود. مرحبا بالعراق العظيم. يحيى العراق. حبيبي سألوني يا احمد، شو ردة فعل التونسيين على العراقيين او نظرتهم بشكل عام؟ شوف هذا الفيديو راح تعرفون، وهذا مع اليوم واحد بس. خويا شوف، خذ النمرة متاعي. ايه، واي خدمه انا موجود على ذمتك 24 على الله يسلمك. والله 24 على 24 ما تقصر والله 24 على 24. انت اخ عزيز في اي حاجه اي حاجه. انا على كنت انا ديما نعاون المدرسه العراقيه هنا وكل شيء يعني.
ما نحبش نتكلم، خليها عند ربي. الله يسلمك، والله كلكم طيب، والله يعني من وصلت لحد الان اول يوم يعني غمرتهم طيب. الاسم اكرم استاذ اكرم اليوم التقينا به بالصدفه، التقيت فيه بالشارع فسمع له يشتي قال لي انت عراقي فاجي الله بالخير، الله بالخير العافيه. ولكن ما جبتش معك المسقوف. مسقوف على المره الجايه. المره الجايه مرحبا بك. عيدك. والله الحمد لله الحمد لله بخير برحمه برحمه. مرحبا بك. الله يسلمك الله يسلمك. الله يحفظك الله يحفظك حبيبي. احلى عراق، احلى تونس حبيبي. يشوفوا يجوا يسلمون علي انه يسمعون احكي عراقي، يقولوا انت اول او من اول العراقيين يجون هذه المنطقه بعد قرار اكيد فري فيزا مجانيه للعراقيين. الحمد لله والشكر. فد انطباع عندهم كلش حلو على العراقيين، وان شاء الله يبقى هيك واحسن.